اسرار نصيحه مبارك لبشار الاسد: اتنحى زي ما عملت واحمي بلدك وشعبك. وسر عرض السيسي لمبارك: سيب البلد وروح السعوديه. تبدا الحكايه لما راح امين الحزب الوطني الجديد حسام بدراوي عشان يقعد مع الرئيس مبارك، وده في فبراير 2011. واول ما دخل القصر الجمهوري لقى في وشه جمال مبارك وزكريا عزمي، فراح بدراوي طلب انه يبقى في لقاء منفرد مع الرئيس مبارك، وفعلا وافق مبارك على طلب بدراوي. واول ما قعدوا مع بعض راح بدراوي قال له: يا فندم يا ريت ما تزعلش مني، انا عايز صدرك يتسع للكلام اللي هقوله. انا شايف ان ميدان التحرير مش بيهدى ولازم نحتوي الشارع. يا ريت تطلع وتقول انا هعمل انتخابات رئاسيه مبكره وتعلن فيها نقل كل صلاحياتك الكامله للنائب بتاعك وتدعو لتعديل الدستور. وده يا فندم هيخلي الناس تطمن النظام فعلا ما بقاش موجود، وان في نظام جديد جاي باراده الناس. فراح مبارك رد عليه وقال له: انا يا حسام كان قدامي 8 شهور بس وما كنتش والله هترشح. رد بدراوي وقال له: يا فندم الناس للاسف مش مصدقه الكلام ده، لازم تطلع حضرتك وتعلن ده بوضوح انك خارج السلطه وانك مش هترشح تاني انت واي حد من اسرتك. مبارك اتضايق جدا من الكلام ده وقال له: انا خدمت البلد دي طوال السنين اللي فاتت، انت عارف انا غيرت البنيه التحتيه والمواصلات للبلد دي وكل الخدمات، انا استلمت البلد دي فعلا كان فيها مشاكل كبيره. بدراوي رد عليه وقال له: يا فندم الشباب سائر وممكن الجمهور والشباب يجوا الجمعه الجايه يحاصروا القصر الجمهوري وهيبقى الوضع كارثي فعلا زي اللي حصل لرومانيا. مبارك قطع كلامه وقال له: يا بدراوي انا مستعد اموت عشان البلد. حسام بدراوي وقتها سكت واشفق عليه فعلا وقال له: طب يا فندم ليه تموت عشان بلدك لما ممكن تعيش وتنقذ بلدك باجراءات صح وتحقق اهداف الناس وفي نفس الوقت انتقال دستوري؟ مبارك وقتها كان بيكلم نفسه حرفيا، وكان حسام بدراوي مركز معاه. فبص مبارك ليه وقال له: انا خايف على الناس يا حسام والشباب، انا مش عايزهم يصطدموا بالحرس الجمهوري لما يجوا القصر، انا مش عايز دم في مصر، انا بس مستغرب من اللي بيحصل، ازاي الناس مش عارفه انا استلمت البلد دي ازاي؟ ما كانش فيها لا مجاري ولا بنيه تحتيه ولا تليفونات ولا كهرباء. وسكت مبارك، لكن بص البدراوي وقال له حاجه محدش كان متوقعها. بيكمل حكاية الدكتور حسام بدراوي في مذكراته رجل عاصفة وبيقول إن لما ضغطت على مبارك في الجلسة دي قال لي: أنا هشوف يا بدراوي القانونيين معايا نقدر نعمل إيه تعديلات دستورية ترضي الناس. وبدراوي بيقول: أنا برضه قلت للرئيس مبارك خلي بالك يا فندم القانونيين اللي هتجيبهم هيشوفوا في عينك أنت عايز إيه وينفذوه. الموضوع سياسي مش قانون، سيادتك أنا بكلمك ورئيس رومانيا واللي حصل له قدام عيني. وبيقول بدراوي وقتها مبارك اتصدم من الكلمة لانه كان عارف قصه الرئيس الروماني اللي كان على علاقه كويسه جدا بالرئيس مبارك، لكن قامت ثوره ضده واتقبض عليه هو ومراته وحصل محاكمه ليهم واتعدموا في نفس الجلسه، وده يوم 25 ديسمبر 1989 بعد 8 سنين من حكم مبارك. كانت الحادثه دي مؤثره عليه جدا. وقتها مبارك قال لحسام بدراوي لما افتكر الحادثه دي: انا خلاص موافق على التعديلات الدستوريه ومقترحاتك وهطلع اعلنها قدام الناس كلها. لكن بدراوي بيقول للاسف رغم انه موافق مبارك وحبه للبلد الا ان اللي حواليه قدروا يخلوه يغير رايه وما طلعش اعلن اي حاجه من الكلام اللي اتفقنا عليه. وبعد ايام المظاهرات زادت وبقى الضغط اكبر، وفعلا رئيس مبارك قلق انه يحصل صدام بين الناس والحرس الجمهوري واعلن تنحيه عن الحكم. وعلى فكره كان مبارك قبل 25 يناير اتعرض عليه خطه الهروب، وده بعد اسقاط نظام الرئيس التونسي زين العابدين. وده اللي بيقوله كتاب احلام السلطه وكوابيس التنحي للكاتب اكرم القصاص، ان بعد هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي التقى الرئيس مبارك بعمر سليمان بحضور زكريا عزمي وجمال مبارك. وقتها اقترح عمر سليمان خطه طوارئ للتعامل مع المظاهرات لو حصلت في مصر وازاي الرئيس ينجو ويبعد عن مصر. فكان رد مبارك قاطع: انا مش جبان زي زين العابدين بن علي، والشرطه تروح المظاهرين بيتهم ولكن مش ههرب واسيب البلد. لكن بعد تنحي مبارك اتعرض عليه نفس الخطه، وده اللي بيحكيه رئيس حزب التجمع والسياسي المخضرم الدكتور رفعت السعيد في مذكراته ما تبقى من ذكريات. وبيقول ان بعد رحيل مبارك عن الحكم وسفر لشرم الشيخ بيومين جالي مكالمه
لمقابله مجموعه من اعضاء المجلس العسكري. فعلا رحت اللقاء ولقيت في اللقاء 5 لواء، وهم اللواء العصار واللواء محمود حجازي واسماعيل عثمان واللواء ممدوح شاهين واللواء عبد الفتاح السيسي. اول ما اتكلمنا لقيت السيسي بيبص لي وبيسال لي ايه رايك يا دكتور رفعت ازاي نتصرف في عنبره، بس لازم تعرف ان احنا بنحترم وضعه كاحد قاده الجيش ودوره البارز في اكتوبر. فقال له الدكتور رفعت السعيد انا بقترح انه يغادر من شرم الشيخ للسعوديه. فرد السيسي وقال له مش راضي خالص، وكل ما نقول له سافر يقول انا ما ارتكبتش خطا عشان اسيب مصر، ورفض يسيب مصر حتى لو هيحصل له اي حاجه. لكن المفاجاه الثانيه ان الرئيس مبارك بعد تنحيه لما راح شرم الشيخ كان مهتم جدا باللي كان بيحصل في مصر وسوريا وليبيا حتى بعد ما ساب الحكم، وده اللي بيحكيه وزير الخارجيه وقتها احمد ابو الغيط في مذكراته وشهاداته اللي بيقول فيها ان بعد تنحي الرئيس مبارك وفي نهايه شهر فبراير 2011 بعد ما اتكلفت بالوزاره في وزاره احمد شفيق كنت مروح بيتي ولقيت تليفون بيتي بيرن ولقيت سكرتير الرئيس مبارك بيكلمني وبيقول لي الرئيس مبارك عايز يكلمك، هل عندك مانع؟ قلت له طبعا ما عنديش مانع، يا ريت يكلمني. واول ما اتكلمت معاه لقيت الرئيس مبارك بيقول لي هو ايه اللي بيحصل يا احمد في ليبيا وسوريا؟ اشرح لي الوضع كويس. فاحمد ابو الغيط بيقول انا قعدت اشرح للرئيس مبارك كل اللي بيحصل، استغرب جدا وقال لي القذافي وبشار هيقاوموا مقاومه شديده، وخاصه القذافي لانه شخص عنيد وخبيث وقاسي القلب جدا وهيقاوم شعبه وهيخرب بلده. ورغم ان الرئيس مبارك كان في شرم الشيخ الا ان بدات الصحف تنشر اتهامات ضده بالفساد وانه خلاص هيهرب من شرم الشيخ ولازم يتحاكم. وقتها قرر الرئيس مبارك يعمل تسجيل صوتي وارسله القناه العربيه وقال فيه انا قضيت عمر كامل في خدمه الوطن، لا املك ان التزم الصمت في مواجهه حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن فيهم. وفي التسجيل اكد الرئيس مبارك انه مش هيهرب ويسيب البلد وانه مستعد لاي حاجه. وفعلا خضع الرئيس مبارك للمحاكمه، ونشرت وقتها صحيفه الجمهوريه الرسميه نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس مبارك انه في الحبس كان مكتئب ومحبط جدا من محاكمته، لكن لما تابع اللي بيحصل في سوريا والضرب الشديد اللي حصل انتقد الاسد وقال انه لازم يتنحى ويستجيب للشعب وينقذ بلده زي ما انا عملت. لكن رغم كل الشهادات دي اللي بتاكد ان الرئيس مبارك رفض يهرب ويسيب البلد زي ما عمل بشار، الا ان اقرب شخصيه للرئيس مبارك وهو رجل الاعمال حسين سالم والصديق المقرب له قال في تصريحات له انا ما هربتش من مصر بعد 25 يناير، انا خرجت بعلم مبارك، وده في يوم الاثنين 31 يناير 2011، وودعت وقتها حسني مبارك واسرته وكنا متفقين انه هيجي ورايا، لكن المظاهرات شدت. بيقول حسين سالم انا رحت دبي عشان اصفي اعمال، وهناك عرفت من حد من المطار ان الرئيس مبارك كان مسافر سويسرا، الا ان بعض قاده الجيش منعوه ان هو يسافر. في نهايه الفيديو هل انت فعلا شايف ان الرئيس مبارك كان ناوي يهرب زي ما عمل بشار ولا لا؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولايك الفيديو، لايك وشير، وطبعا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.